مساء الخير عليكم الزينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. روتين جديد ونصيحة من القلب. خياتي شوية دعم في القناة باش تكبر العائلة تاعنا. واذا عندكم بعض المواضيع اللي راكم حابين نهضروا فيها، ما عليكم غير تحطوها في التعليقات ونطرقوا ليها. كما العادة نخليكم تشوفوا بعض الصور اللي لقاوها في مقابر الجزائر العاصمة ونرجع لكم. كما شفتوا هذو هما الصور اللي لقاوها في مقابر الجزائر العاصمة. ربي يشافي كل واحد ويفرج على كل مغبون. اليوم رايحين نتحدثوا عن فترة الخطوبة عند البنات وكيفاه الغيرة الزايدة لكلا الطرفين سواء الرجل ولا المرأة وكيفاه تأثر على علاقتهم. باش تفهمي اختي باللي العلاقة الصحيحة تبدأ بالفهم الحقيقي، وراكي داخلة في حياة جديدة ماشي لعبة. لازم تكوني ملكة واعية ماشي أميرة غافلة. كما قلت لك لازم تكوني ملكة واعية ماشي أميرة غافلة. راقبي تصرفاته في الغضب، ماشي غير كي يضحك ولا يهدر في حاجة مليحة. شوفي خطيبك كي يعصب واش يدير، وإذا يسكت وإذا يتجرحك ويعني يكوبي عليك التليفون ويتهرب. هذو الحوايج مهمين بزاف باش تعرفي واش راه يستنى فيك. كي تتزوجي ان شاء الله ان شاء الله ما يكون غير الخير. بصح لازم تعرفي الراجل اللي رايحه تكملي حياتك معه، واذا يستاهلك واذا لا. شوفي علاقته مع يمه وباباه. الراجل اللي يحترم ميمته غالبا يحترمك، واذا يتعامل ثاني مع باباه بعصبيه وتشناف يمكن يديرها معك. هذه مفروغ منها. اعرفي اهداف راجلك. قولي له واش تشوف روحك بعد 5 سنين. اذا جاوبك بجديه راهو راجل مسؤول. اذا تهرب من السؤال بالكي اعرفي باللي طحتي مع ذر ماشي مع راجل يحب يغير حياته للأحسن. حبيبتي علاقتكم ماشي فيلم رومانسي، ديما نقولها ونعاودها. العلاقة بين الراجل والمرأة أثناء الخطوبة أو في فترة الخطوبة ماشي فيلم رومانسي. لازم تكوني واقعية. ماشي لازم كل نهار يقولك نحبك وانتي عمري وانتي عشقي وما غير ذلك من هذا الألفاظ. صح نقولوا هاد الألفاظ ملاح بصح ماشي هما كل شيء. يكون مهتم بيك في كل صغيرة وكبيرة. الماديات ايضا خياتي مهمه بصح ماشي هي كل شيء. الرزق بيد ربي سبحانه وهو اللي يمد، والتفاهم اساس العلاقه الناجحه. ديري حدود بين خطيبك، مثلا ما تحكيوش كلام خارج عن حدود الاحترام. لازم يعرف باللي كرامتك أولى. ماشي لازم تقبلي بكل حاجة باش يرضى شريك حياتك سواء راجلك ولا خطيبك. يا اختي راكي شريكة حياته ماشي جارية اللي يقولها ايه. قولي رايك، دافعي عليه. اذا ما عجبوش الحال حاولي تفهميه بالعقل وباحترام. ماشي كل حاجة يقولها ايه تقولش راه يتحدث مع روبو. كما نقولوا عبز يسيل. لا لا، من ذاك قولي لا لا. اعرفي واش معناتها كلمة لا لا. ماشي لازم تقبلي بكل حاجة باش يرضى عليك. متفاهمين؟ تعلمي شوية يا حبيبتي، ماشي تروحي لديار الناس قفة بلا يدين ومن بعد تقولي حقروني. سورتو كي تروحي لدار العائلة ما تكونيش عازلة. هذا الخطأ اللي يرتكبوه بناتنا. تقولك انا يشري لي كل شيء واجد من برا، ومن بعد كي تروح عند العجوزة تحزم لها وتقولها بدا يطيبي وهي ما تعرف والو. كيما نقولوا حبه بيض ما تعرفش تقليها. لا لا، ما ديريش هاد الغلطة. سي انك تتعلمي طياب في دار باباك هكا ما يضحكوش عليك ديار الناس. ايضا حاجة مهمة ثاني اللي هي كيفاش تواجهي النقاش، كيفاش تعتني بنفسك نفسيا قبل ما تعتني بها جسديا. ركزي على تطوير روحك، هواياتك، مشاريعك. خلي حياتك كما نقولوا عامرة. ماشي تستناي غير وقتاش يعيط لك وتجيبي الهضرة معاه في التليفون بسوايع. اللي هادو هما اللي يخلوا المشاكل بيناتكم تكبر. حاولي تبعدي عليهم شوية، مش لازم تكوني متاحة ديما حبيبتي. بعدي عليه شوية. الخطوبة ماشي تذوق تذوقي واذا ما عجباتكش تهربي. لا لا، هي بداية بناء لحياتك الجديدة. ابنيها على اساس الحب والتقدير المتبادل. وكاين مشاكل حبيبتي يطيحوا فيها اغلبية المخطوبات البنات المخطوبات اللي هي الغيرة الزايدة، ولا تقدري تقولي الغيرة المفرطة اللي ما عندهاش حتى معنى. لازم تعرفي وش معناتها الغيرة، إذا هي مشاعر برك ولا هي مرض. حبيبي باش نتفهموا أنه الغيرة في الأصل حاجة طبيعية.
خصوصا في فترة الخطوبة وين كل واحد يحاول يفهم الآخر ويحس باللي لازم يحميه من غيره. بصح المشكل كي الغيرة تخرج من الإطار الطبيعي وتولي تحقيق يومي. وين رحتي؟ مع من كنتي؟ علاه طولتي؟ هذا بالنسبة للرجل. والبنات عندهم واحد طبيعة ماشي مليحة، وكل وحدة راهي تشوف في هذا الفيديو، وإذا عندها هذه التصرفات غير تنحيهم باسكو ما يخرجوش للخير. نصيحة من أخت لأختها وانت دبري راسك، اللي هي المقارنات السخيفة. مثلا تقولي لخطيبك بصح خطيب بنت خالتي ما يديرش هكا، علاه انت داير هكا؟ خطيب اختي شاطر، علاه انت ماشي كيفو؟ خطيب صاحبتي مرفه وانت لا. هادو بالكي تهضريهم. نجو لأسباب الغيرة الزايدة. اولا نقص الثقة بالنفس. الطرف اللي غير ديما يحس باللي الطرف الاخر يقدر يلقى الافضل منه. تجارب سابقة ممكن يكون تعرض للخيانة. أيضا التربية المشددة، ما نكذبوش على رواحتنا، ولا المحيط المحافظ. بعض الناس تربي ولادها على أنه أي علاقة أو تواصل خارج الخط أو الحدود يعتبر خيانة. وأسوأ حاجة في الغيرة أنها تقتل الحب وتفرق بيناتهم. وشنو هو الحل؟ ديما هدرنا على الموضوع هذا ودوكا نطرقوا إلى الحل. الثقة المتبادلة أساس أي علاقة ناجحة. لازم يكون حوار دوري بلا ما كل واحد يخبي اللي في خاطره. قولي وش عندك وهو يقول وش عنده. حطوا حدود واضحة، وش تقبلوا في حياتكم وش ما تقبلوش من تصرفات. الوعي الذاتي أيضا، كل واحد يراجع نفسه ويشوف علاه يغار، وش راهي مشاعر حقيقية ولا مجرد أوهام برك رانا نستخيلو برك. ونمدلك وصفات أمهاتنا في علاج الغيرة المرضية. الحاجة الأولى اللي هي الشاي والنعناع لتهدئة الأعصاب. كي تحسي روحك راكي تولي تغلي من الداخل، وحنا نسا بطبيعة الحال ديما نغلو، وانا وحدة منهم. كي يدير برك الراجل غلطة تلقينا نغلو من الداخل، لازم هالطبيعة نحوها. ديري كاس تاع نعناع سخون وقعدي مع روحك شوية. النعناع راهو يبرد الدم ويعاونك تتهناي من الوسواس. ايضا الماء الزهر. ماء الزهر قبل ما ترقدي رشي شويه ماء الزهر، شويه برك على المخده تاعك، ومن بعد شربي كاس صغير. كاس صغير خلطيه مع شويه ماء وشربيه. هذا يخفف التوتر ويعاونك باش ترقدي وما تحلميش بالاحلام المزعجه، وتنحي عليك ثاني وش دار اليوم خطيبي وش ما دارش، بالك خرج مع من خرج، هذو كامل يتنحولك وترقدي ان شاء الله. عندنا ايضا حبيبتي بخور العنبر. كامل نعرفوا بلي العنبر فيه ريحه هايله. ريحه البخور تريح الاعصاب بزاف. اشعلي بخور العنبر في الدار ولا صلي ركعتين تحسي باللي قلبك بدا يبرد، وان شاء الله يبرد قلب كل وحده وتنحي عليها هذا الغيره الزايده اللي ما عندهاش حتى معنى. هذو هما الوصفات تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منهم ولو بالقليل. واذا عندكم كاش استفسار خلوها لي في التعليقات وان شاء الله نجاوبكم. يلا زينة تدعمونا بالجام والبارطاج والاشتراك في القناة، ماشي تفرجوا وتهربوا. هذا الجام اللي رايح ديريه ولا الاشتراك يعاونني بزاف باش نقدم وصفات افضل وتفيدك باذن الله. اهلا تهلاو في روحتكم، نتلاقاو في فيديوهات قادمة ان شاء الله. سلام.